اوعي تكوني لسه بتقلي السمك في الزيت، هتضيعي فايدة السمك وكمان الزيت. هنعمل النهاردة السمك بطريقة ولا أروع من كده، هتخليكي انتي وأسرتك تاكلوا صوابعكم وراه. مش محتاجة منك غير اللي انتي تدعمي الفيديو بتاعي بلايك. لايك اللي هو الكف اللي رافع صبعه لفوق ده، هو ده اللايك. والناحية التانية شمال هتلاقي الاشتراك والجرس الكل، اضغطي عليه كده اشتركتي في القناة، وكمان هتتفرجي على كل الفيديوهات. واوعي بقى تنسي المشاركة اللي هي الشير. الشير هو المشاركة والمشاركة هي الشير. جميل. ادعموني يا جماعة علشان نفسي تتفتح للدنيا واعمل لكم فيديوهات احلى من كده بكتير. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي سمك بلطي، احنا بنقول عليه في السويس شبار. جميل. ولو رحت كده للراجل بتاع السمك وقلت له انا عايزه بلطي، يعرف على طول اللي انت مش من السويس. ده مسمينه شبار عندنا، وفي القاهرة بيقولوا عليه بلطي. طبعا فاتحين بطنه منضفينه وغسلينه بالميه والملح والليمون ومخلينه زي الفل، وهنشرحه كده من الجنب ده ومن الجنب ده. مفيش اسهل من كده. خلاص شرحته. تعالوا بقى نعمل التتبيله اللي اروع من كده. انا عندي الطماطم قطعتها جوليان، خدت قلب الطماطم من جوه. جميل. قلب الطماطم، العصاره بتاعت الطماطم من جوه خدتها، حطيت عليها معلقه كبيره من الثوم المفروم، او انت ما عندكيش فرومي، ومعلقه كبيره من الهريسه، وعندي توابل مجففه زعتر وروزماري وكزبره حصى. جميل. وشويه قرون شطه حمراء لان انا حباه يبقى مشطشط، وعندي معلقه كبيره من الكمون. جميل. وبهارات السمك والملح بتاعي، وشويه زيت صغيرين، واقطع كده قرن شطه اخضر محتاجه ريحته في الاكله، وكمان نص قرن اللي هو بنقول عليه قرناقوطي اللي هو الرومي الاحمر. جميل. الفلفل الرومي الاحمر. واقطع كده ليمونه، وهضرب كل الكلام ده في الكب. هيطلع لي بقى ريحه فظيعه ملهاش حل، تتبيله رهيبه. يبقى خدنا عصاره الطماطم، حطينا عليها الثوم، الهريسه، الفلفل الاخضر، الفلفل الرومي الاحمر، حطينا كمون، حطينا بهارات سمك، حطينا ملح. جميل. حطينا شويه زيت، حطينا ليمون، حطينا خل. دي الخلطه بتاعتي. تعالوا بقى نجيب البصل الجوليان والطماطم الجوليان والفلفل الجوليان اللي احنا مقطعينه. شايفين الطماطم دي اللي انا واخده قلبها، مفيش حاجه بتترمي معانا. هنتبل بقى السمك بتاعنا ونحطه كده على الفرشه بتاعته. هنتبله وهندخل التتبيله جوه الحتت اللي احنا شرحناها، علشان اللحم بتاعه يبقى كده متشرب ويبقى معايا ملهوش حل. دخليه بقى الفرن على درجة حرارة عالية وما تقلقيش، هيطلع معاكي احلى سمك. بصوا لونه عامل ازاي، مش قادرة اوصف لكم، ريحته وطعمه خطير. عارفين الجلد بتاع السمك؟ من حلاوة السمك هتاكلوا الجلد، رهيب حلو جدا. وطبعا وفرنا الزيت والآلية والدخانة اللي احنا بنبهدل بيها الدنيا، وكمان عملنا خلطة جبارة. السمك احتفظ بالخلطة بتاعته، ما راحش في الزيت كده ونزل واتبهدل في الزيت، والخلطة بتاعته راحت في الزيت واتحرقت وبهدلت لي الشقة. لا، اعملوه بالطريقة دي يا جماعة، هتدعولي على الطعم الفظيع. تقدروا بقى تقدموه طبعا مع سلطة، بتنجان مخلل، طحينة، رز، اللي انتوا حابينه. بصوا السمك عامل ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وقدرت ان انا افيدكم. وما تنسونيش بقى يا جماعه زي ما قلت لكم في اول الفيديو، تدعموا الفيديو بتاعي بلايك وشير، وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه، لان اغلب الناس اللي بتتفرج بتمشي وبتنسى انها تشترك. اشوف وشكم على خير، مع السلامه.